لماذا انتقد سمير غانم مسرح مصر رغم إعجابه بالعرض؟ تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين عن تأثير الفنان الراحل سمير غانم كأهم نجوم الكوميديا في مصر، والذي أحدث تغييرا جذريا في تطور الكوميديا. ويصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوفاة سمير غانم، حيث أنه توفي سنة 2020. وقال أحمد سعد الدين في تصريحات خاصة إن سمير غانم واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى وفاته. وأضاف سعد الدين: بدأ سمير غانم في تكوين فرق الثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، واللي أسسها الراحل محمد سالم لمدة 10 سنوات. وعندما توفي الضيف أحمد استكمل سمير غانم وجورج سيدهم المشوار، ثم استقل سمير غانم بنفسه، فهو له العديد من الأعمال السينمائية العظيمة مثل يا رب ولد. كمان سمير غانم اهتم أكثر بالمسرح، فعندما ننظر لمسرحية موسيقى في الحي الشعبي سنة 74 نجد أن حاملها فنيا وبطلها الرئيسي هو سمير غانم. وعندما انفصل عن جورج سيدهم بدأ ببطولات مسرحيات منفردا مثل أخويا هايس وأنا لايس، وجحا يحكم المدينة، ودور دوريمي فاصوليا، وفارس وبني خليفة. ومن العظيم أن سمير غانم واحد من أهم نجوم الارتجال على المسرح. وأشار لأهمية سمير غانم تكمن في قدرته على عدم تكرار نفسه أو نفس الجملة باستمرار، ولكن كان يقول نفس المعنى بشكل مختلف، مضيفا سمير غانم هو أفضل فنان مسرحي يلعب بالإكسسوارات بشكل أكثر من رائع، ويقوم بتجسيد دور امرأة أو يرتدي باروكة. واستطرد ان معظم مسرحيات سمير غانم مع الراحل حسن عبد السلام وكذلك عبد الرحمن شوقي، واللي كتب له اشياء كثيره، ولكنه استمر في حب المسرح حتى نهايه حياته، لذا يعتبر من اهم اساطير المسرح الكوميدي في مصر. ويرى احمد سعد الدين ان لا احد من النجوم الكوميديا الحاليين استطاع ان يصبح خليفه لسمير غانم في الكوميديا لعده اسباب، منها ان لكل شخص له بصمه مختلفه عن غيره. والشيء الآخر إنه بالرغم من وجود نجوم شباب يمثلون على المسرح في الوقت الحالي مثل نجوم مسرح مصر، فإن الإفيهات التي يقدمونها لا تعيش مع الزمن على عكس الأعمال القديمة. وتابع: عندما سألت سمير غانم عن رأيه في مسرح مصر أخبرني إنه حضر أحد العروض وأضحكته، ولكن عندما خرج من المسرح نسي على ماذا كان يضحك أو نسى على ماذا كان يضحك، وهذا يعني عدم وجود نص الذي هو من أهم عناصر الكوميديا. وسمير غانم هو الفنان الوحيد اللي دخل أبناء الوسط الفني بدون واسطة، نظرا لامتلاكهم موهبة كبيرة، وبالرغم من أن البداية الفنية لهم كانت بدعم ومساندة أبويهم، فإن موهبتهم الكبيرة هي من جعلتهم يستمرون في التمثيل وليس لأنهم أبناء سمير غانم. وأشار أن هناك العديد من أبناء النجوم الذين فشلوا فشل ذريع في التمثيل ولم يكملوا نظرا لعدم امتلاكهم للموهبة. أما عن أبناء سمير غانم وخاصة دنيا التي اقتبست من والدها أكثر من شقيقتها نظرا لقدرتها على الغناء، وإيمي لديها موهبة كبيرة في التمثيل. ولفت الناقد الفني إلى أن أهم ما يميز سمير غانم عن أبنائه أو أبناء جيله هو قدرته على الارتجال على المسرح واللعب بالإكسسوار في تجسيد الشخصيات المختلفة. واختتم أن سمير غانم بدأ مسيرته الفنية من خلال السينما في فترة السبعينيات، ولكن عن بداية الثمانينات ركز بشكل أكبر على المسرح الذي استمر فيه على مدار 40 عام. أخيرا توفى سمير غانم في 20 مايو 2020 إثر إصابته بالفطر الأسود عن عمر ناهز 84 عام، تاركا إرثا فنيا كبيرا في تاريخ الكوميديا.